مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد، وهذا اللقاء الحواري الثاني اليوم معنا في صباح الرياضه. بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا نجم الاسماعيلي ورئيس قطاع الناشئين كابتن سيد عبد الرازق بازوكا. اهلا بحضرتك معانا كابتن سيد. صباح الفل. وايضا بيشرفنا معنا على الهواء مباشره كابتن علي بركات، المدير الفني لفريق مواليد 2010 بالاسماعيلي ومدرب عام 2004. كابتن علي اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير وصباح الرياضه، وكل سنه وحضراتكم طيبين وسنه سعيده. سعيده عليك انت وعلى الاسره الكريمه واسره البرنامج، كل سنه طيبين يا امان. اخبار الاسماعيلي ايه؟ طمنا. تمام الحمد لله. طمنا الناس كده، بقالنا يومين كده في كلام تمام الحمد لله. والكلام رايح جاي على الاسماعيلي، يعني بصراحه الناس قلقانه يا كابتن سيد. لا انا بطمن الناس، ما عندناش حد هيمشي ان شاء الله. كل لعبتنا متعاقدين معانا ب4 سنين و5 سنين، ما عندناش حد ليه الحق انه يمشي، انما احنا محافظين على لعبتنا. انما اللعيب اللي مش عاوزنا احنا بالتالي هنقول له مش عاوزينه، انما مش هنسيبه بنفس بالسهوله اللي الناس بتفكر اننا هنسيب اي حد. نعم. انما احنا نادي كبير، احنا نادي عريق. احنا كنا مرضانين شويه، انما الحمد لله ربنا عافانا، بقينا كويسين دلوقتي، شفينا، بقينا الاول دلوقتي، بننافس على بطوله الدوري. الله يسلمك. بننافس على بطوله الدوري، ما عندناش مشكله الحمد لله. النادي مستتب، عندنا مجلس اداره محترم، كل واحد عارف هو ليه شغلته ايه. انت عارف عندنا المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي هو المشرف العام على الكوره، عندنا المهندس خالد فاروق نائب الرئيس هو المشرف العام على قطاع الناشئين، عندنا طبعا المحاسب محمد الكليه طبعا ده ماسك امين صندوق النادي وماسك النواحي الماليه، في المهندس سيد عبد النعيم عضو الشؤون الاداريه مسؤول عن الشؤون الاداريه بالنادي، عندنا الدكتور ابراهيم فارس هو المتحدث الرسمي باسم النادي ومسؤول عن حاجات كتير، في عندك المهندس تامر موسى ماسك الرياضه كلها في النادي، في عندك الدكتور فارس طبعا ابراهيم فارس هو المتحدث الرسمي زي ما قلنا، عندك النقيب مصطفى اميرو مشرف عام على مدرسه الكوره ومشرف عام على قطاع الناشئين البراعم والاكاديميات، وعندك بس وعندك يعني اذا المنظومه متكامله. عندك. ما انا بقول انا اتعمدت اقول لك الاسماء ليه؟ الناس ما تقلقش. لا ما يقلقش، انا بقول لك انا يعني عاوزت اقول لك الاسماء. عندنا طبعا المحاسب الكبير عطيته ابو عراقي طبعا صحيح. ده اللي هو المشرف عن التسويق طبعا مع الاستاذ محمد خلف. يعني انا حبيت اقول الاسماء لسبب، عاوز اقول لك انه كل واحد في النادي ليه شغله، كل واحد مسؤول عن ملف، ما عندناش مشكله الحمد لله، الكل بيعمل احنا عندنا استقرار، ما عندناش مشكله الحمد لله. بقى لي 5 شهور في النادي صحيح. ما فيش اي مشكله الحمد لله في النادي، حتى يمكن حصل مشكله اول امبارح بسيطه جدا اتحلت في ساعتها. ابراهيم حسن الجماهير بتناديله طبعا ما راحش طبعا سخن، وكان عنده تقريبا قرينا انه انا ما كنتش موجود طبعا ضرس بوجعه، انما اتحلت في ثانيه، فالحمد لله ما عندناش مشكله. لا يعني هو الجماهير نادت عليه، هو ما راحش، هم بينادوا على كل لعيبه ما راحش، كان تعبان طبعا فزعلوا طبعا، انما اتحلت في ساعتها. يعني ده الكلام دي كان امتى؟ اول امبارح في تمرين يعني يقول لك الاهلي طالع، ما احنا يطلع الاهلي، ما يطلع الاهلي. كل البطولات اللي خدها الاسماعيلي من النادي الاهلي لعلمك والنادي الزمالك، كل البطولات اللي خدناها كان يبقى الشريك فيها نادي الاهلي. سنه لا هو النادي الاسماعيلي لا خلاف عليه ان هو احد الركائز الرئيسيه، وانا بقول هو المثلث، هو الضلع الثالث. وانا بقول لك كل البطولات، بطوله 66 كان ماتش النهائي احنا والنادي الاهلي، سنه 90 كان النادي الاهلي، 2002 كان النادي الاهلي، نعم. 97 النادي، يعني كل البطولات اللي خدناها احنا شريك نادي الاهلي. طيب حضرتك ذكرت ابراهيم حسن دلوقتي، كل المواقع امبارح نازله يعني لا ما انا بطمن الناس بالظبط ان خلاص ان ابراهيم يعني وقع العقد خلاص مع الزمالك، دي اشاعات بقى ولا لا بصي في هوجه كان النادي ما كانش فيه استقرار عندنا، كان في هوجه اي حد بيمضي اي حد بيروح، انما كلهم متعاقدين معانا، احنا ما عندنا تعاقد، قالوا عقد احتراف بره وعقد محترم، كلنا بنساعده، كلنا هنساعده عشان يمشي، واحنا هنقول للنادي لازم يمشي مستقبله بره. وطبعا بنتمنى لكل لعبتنا انهم يبقوا زي محمد صلاح وزي يعني انتوا بتاملوا ان يكون ابراهيم له مستقبل خارج مصر وليس داخل مصر. عمر النادي ما هيفصل، وعمر النادي برضه ما هيقفل على ابراهيم حسن. طيب بس علشان نكون محددين يا كابتن سيد، دلوقتي كابتن ابراهيم حسن ما فيش حد اتفق معاه؟ لا خلاص، لا هي دي مش عايزين بقى ولا يعني مخلوق في النادي هيمشي على مسؤوليتي، المفروض في النادي ولا واحد هيمشي غير لو اللعيب مش عاوزنا واحنا خلاص عرفنا منه مش عاوزينه. لا ان شاء الله ده ما يحصلش، ده في الدور الثاني. ماذا عن السيزون الجديد؟
احنا طبعا في مفاجاه لا عاملينها السيزون طبعا. الجديد بالنسبه لابراهيم لا موجود معانا برضه في بس لو جاله انا لو بقولها جاله لك عقد خارج برضه مصر. اي حد في النادي يجي له عقد خارجي، النادي لن ولن يقف في طريق اي حد. تمام احنا بنساعد خلاص كل كده لاعباتنا. الرؤيه واضحه اعتقد للساده المشاهدين. وفقا لكلام كابتن سيد بازوكا، ابراهيم حسن باقي مع النادي الاسماعيلي في الدور الثاني وفي السيزون الجديد، الا اذا حط خطين أيوة. جه قايل للاعب عقد خارج مصر قدوه باللاعبين الكبار وعقد محترم. تمام. كلمه محترم تحتها شويه 4 خطوط طبعا. تمام كده. طيب ده بالنسبه للنقطه الاولى اللي هي كان عليها جدل بالتحديد امبارح، وهنتكلم برضو اكتر عن النادي الاسماعيلي، لكن خلينا نشارك معانا كابتن علي. كابتن علي، ايه رايك في الاجواء الاخيره في النادي الاسماعيلي ورحيل المدير الفني الفرنسي سباستيان دي سابغ بعد حاله من الاستقرار والرغد والنعيم اللي كان في النادي الاسماعيلي وتربع الدوري، لكن فجأة لقينا حدث يعني ما حدش كان يتوقع ده، ان هو ترك الاسماعيلي وغادر الى اوغندا لتولي هذه المهمة. هو الراجل بسم الله الرحمن الرحيم، هو الراجل يعني جاله عرض من منتخب اوغندا، فهو حلم اي مدرب او حلم اي، هم اصلا يعني الاجانب عندهم لغة الاحتراف. هو بالنسبة له لما يتصنف النهارده هو في النادي الاسماعيلي عقده جه منتخب اوغندا بمبلغ اكبر ماديا، برضه لما المدرب يتصنف ان هو يكون منتخبات، ان هو يدرب منتخبات تمام. ممكن تكون واتعرض عليه 3 4 اسماء مديرين فنيين. هم شايفين ان الكابتن ابو طالب العيسوي هو كان مفنش الموسم اللي فات، لعب 10 ماتشات كسب منهم 6 وتعادل 4، فالراجل كان مفنش كويس في ظل برضه كان في ظروف غير لما يبقى النهارده مجلس معين. كويس ما كملش ليه مع الاسماعيلي وتم الاستعانه بأجنبي؟ لا هو بقى المفروض هو بقى كان المهندس ابراهيم كان عايز يخلص السنه اللي فاتت يعني يوصل باقل الخسائر ويجي وجاب مدرب اجنبي ان هو يعمل فتره اعداد ان هو يشتغل من اول وجديد تمام، لان كان الجمهور الاسماعيلي مش صابر. فاكرين المهندس ابراهيم مثلا الامكانيات ان هو مش ان هو مثلا لا هو الراجل قال لك انا هجيب مدير فني يتحمل المسؤوليه، واخد بالك، والراجل حطنا برده في موقف كويس. دي حاجه الحاجات اللي هي يعني زي ما ليه ميزه ليه برده ان هو سابنا ومشي، برده الراجل حط النادي الاسماعيلي في اول دوري، وان شاء الله بنعمل للكابتن ابو طالب العيسوي والجهاز الفني المحترم اللي معاه ان هو يكمل الفتره اللي جايه ان شاء الله بنفس الخطه الثابته ان شاء الله. نروح لكابتن سيد ونشوف رايه في هذا الموضوع، وبقول عليه فرار سباستيان دي سابغ. فرار انا يعني كنت اتمنى انه طبعا انا يهمني ان اولاد النادي يبقوا موجودين طبعا. ابو طالب ابن النادي وفي ولاد النادي كتير. دي لحظات وصوله اوغندا، دي لحظات وصوله. انما هو طبعا منتخب بالنسبه له طبعا السي في بتاعه لما يبقى منتخب مش هيجي له منتخب. وبعدين عاوز اقول لك ان الاسماعيلي بوابه لكل المدربين، كل المدربين اللي مشوا من عند النادي الاسماعيلي من النادي الاسماعيلي ودربوا النادي الاسماعيلي كلهم راحوا اشتغلوا في حته اكبر من النادي الاسماعيلي، منتخبات كلهم. حتى عندنا كلهم يعني في عندك شوقي غريب كان بيدرب النادي الاسماعيلي راح منتخب مصر الفريق الاول. عندك اي مدرب جه النادي الاسماعيلي محسن صالح راح منتخب مصر. كل اللي بيجي بيروح يدرب منتخبات. فالنادي الاسماعيلي بتبقى بوابه اليوم. فجات له الراجل هرب، حتى يعني فرنسا حتى استعجبت، يعني قال لك الهروب، سموه الهروب الكبير. انا يعني بقول فرار. فهو لا انا لو هو طبعا المنتخب في السي في بتاعه هو خسران. هو خسران هيرجع تاني من البدايه بعد ما عمل فريق. لا هيرجع الاسماعيلي، مش هيرجع تاني لو لا يعني بعد ما عمل فريق وكونه هيبدا تاني من الصفر مع منتخب. لا بس منتخب برضه غير نادي يعني عشان نبقى حقانيين يعني ما منتخب غير نادي يعني عشان السي في بتاعه كتف. بس مش منتخب هولندا يعني مع احترامنا طبعا يعني لكل هو الدول يعني ده بتبقى بوابه ليه للاكبر. يعني بيمسك منتخب صغير. ومنتخب اوغندا يعني السنه دي بس اللي ظهر ما كان في التراو طبعا منتخب اوغندا من يعني مستواه كرويا مع احترامنا طبعا لدوله اوغندا يعني كل الاحترام والتقدير، ولكن انا بتكلم على كمنتخب كرويا مش المنتخب بالظبط من الاسماء القويه في كره القدم. دي بتبقى بوابه ليه يعني دي بتبقى بوابه ليه. انما اي حد بيجي يتفرج على الكره المصريه طبعا الحدث اللي عمله محمد صلاح طبعا خلى الكره المصريه دي عمل دعايه للكره المصريه دعايه رهيبه. طبعا محمد السفير بتاعنا طبعا وان كنت اتمنى انه يكمل. وعندك اللعيبه المحترفين عندنا طبعا عاملين حاجه كويسه. فاي حد دلوقتي حتى لما الاهلي وهو بيلعب اتلتيكو مدريد قال لك انا مبهور بلعيبه اللعيبه المصريين طبعا. صحيح. واول مره يشوف ماتش رغم الماتش ما كانش نادي الاهلي كنادي الاهلي، لو اتفرج على نادي الاهلي كنادي الاهلي كان اختار له 3 4 يروح يلعبوا في اتلتيكو مدريد. فطبعا يعني انا عايز اقول لك اللي بيجي بيشتغل في مصر هو بيكسب ما بيخسرش. في بعض الاراء الخبيثه كابتن سيد بتقول ان سباستيان دي سابغ راح اوغندا كمحطه ويرجع تاني لاحدى الفرق الكبرى في مصر. لا صعب. لا دي اراء لا يعني صعب. لا كان مشي من هنا على طول،
كان دفع الشرط الجزائي وكان مشي على طول. في ناس برضو بيتكلموا عندنا على الشرط الجزائي، انا عاوز اقول لهم بيقولوا الشرط ده الجزائي قليل. على الاثنين. يعني انا افرض انا كنت امشيه آه. قلت له 10 شهور وانا مشيت في 10 شهور، فهو الشهرين بيبقوا متفقين عليهم. يعني الشهرين دايما بيبقوا متفقين عليهم. واحنا عندنا طبعا لجنه تعاقدات، يعني عندنا محمد خلف يعني واعي، يعني مش حدش يد قريتك عليه طبعا. فالعقد على الاثنين، يعني العقد طيب على حضرتك الناديين. كويس اللي انت قلت لي دي، من المسؤول عن احضار الفرنسي دي سابغ في الاسماعيلي، ومن المسؤول عن صفقه كالديرون في الاسماعيلي؟ مين اللي جاب الشخصين دول؟ عندنا لجنه تعاقدات، بقياده عندنا المدير الفني بيشوف، بيجيبوا له اللعيبه، بيجيبوا له لو اللعيب اللي ما بيحضرش في اسماعيليه بيجيبوا له السداد لا، المدير بتاعته. الفني نفسه مين اللي جابه؟ مين اللي جاب اللي جاب المهندس فرانسيس ابراهيم باسيان؟ عثمان طبعا، هو اللي جابه، هو المسؤول جاب مدرب كويس طبعا. لا يعني مين اللي اختاره؟ يعني كان في كذا سي في كان في جاي كذا له، سي في تمام، وهو اللي هو اختار مجلس اداره المسؤول بالكامل، هم الفني. بيقعدوا بامانه، وفي لجنه طبعا، يعني انا مش عاوز اقول يعني، انما بيختاروا هم، والراي ده الاول اللي انا عايزه اقول لحضرتك، مين الراي لجنه الاول الكره في والاخير الاسماعيلي؟ الراي الاول والاخير لمجلس الاداره طبعا. تمام، وكالديرون نفس الحكايه، وكاردرون اللي اتمسك بيه وكتب في تقريره ابو طالب العسوي. وكاردرون لعيب كويس، يعني ادينا شفناه طبعا. انت فاكره لما النادي الاهلي جاب لعيب عنده انت يعني، وجاب جول بدماغه بعد سنه، وكان لا انا ليه بقول لحضرتك السؤال ده يا كابتن سيد؟ لان اللي يجيب سباستيان دي سابو واللي يجيب كالديرون يجيب غيرهم. طب ما احنا نجيب غيرهم. يبقى احنا كده واقفين على ارضيه صلبه، ما عندناش مشكله. انا ما نقلقش، وجماهير الاسماعيلي ما تقلقش، اللي جاب ده يجيب ده. احنا كان عندنا يعني في جماهير، بعض الجماهير ما تعرفش، كان عندنا اله الكوره المصريه رضا الله يرحمه. رضا كان اله الكوره، مات رضا النادي ما اتقفلش. الجيل بتاع رضا وشحته والعرب وستار بوش والسقا واميره، كل دول عبد الستار، كل دول بطلوا النادي. تاريخ النادي عندنا 99 ما كناش في البطولات بننافس، احنا دلوقتي الاول، احنا والنادي الاهلي فرق جون بيننا وبينهم. عندنا 97 كان ماشي وحش، دلوقتي ماشي كويس بقياده احمد فكري طبعا، ماشي كويس. عندك 2001 برضو احنا في المربع الذهبي. لا عندنا حاله انتعاش رهيبه، يعني مش الفريق الاول بس، كل لا الفرق عندكم القطاعات كلها. بس احنا عندنا مدرسه قرود، عندنا مدرسه كوره، عندنا حوالي 300 لعيب. مدرسه ورود في اللعب يعني عارفه كل اللي بيتفرج عليهم. عندنا من احسن لعيبه، يعني عندنا 300 لعيب، 150 في ب و150 في ا. طيب حضرتك هتخلينا نتكلم على الناشئين، ولما نتكلم على الناشئين طبعا حضرتك رئيس القطاع، لكن هندي فرصه برضو للكابتن علي، يعني طبعا يعني هو ضيفنا، هو صاحب بيت واخد راحته معانا، يعني صاحب بيت على طول. لكن حضرتك برضو لازم تشاركنا في الناشئين ونادي الاسماعيلي. الناشئين برضو بنقدر نقول تصنيفهم ايه دلوقتي زي ما الكابتن سيد قال، والمنافسات في مختلف القطاعات؟ احنا عندنا فرقه 99 و2000، فرقه يعني محترمه جدا، فرقه فيها استقرار فني هايل جدا، بقى لهم سنتين. السنه اللي فاتت مفنش تاني بفرق هدفين او 3 فرق الاهداف او فرق بونت. نعم. عندك السنه دي هو متصدر الاول، تمام. فرقه بسم الله ما شاء الله، فرقه هايله، فيها لعيبه كتير، مش مواليد 99 كمان، مواليد 2000. فيها اكتر من 7 8 لعيبه بيلعبوا منتخب مصر ومساعدين عندنا فريق اول. يعني مع احترامي لابراهيم حسن، مع احترامي لصادق، مع احترامي لكل اللعيبه اللي فوق، اللي احنا عندنا تحت قياده الكابتن سيد عبد الرازق رئيس القطاع، عندنا 3 4 5 لعيبه يطلعوا فوق، محتاجين بس نص الفرصه اللي هم خدوهم ويثبتوا ان هم مش منتخب مصر، لا ان شاء الله هيمشوا في خطه ثابته زي محمد صلاح وتريزيجيه والنني ورمضان. ان شاء الله يبقى في توفيق. فرقه 99 2000 فيها عندك محمود عبد الله منتخب مصر، عندك حازم مرسي فرود منتخب مصر، عندك عبد السميع 2000 ده 2000 مش 99 كمان. نعم. يعني بيشاركوا في 99 وبيشاركوا في 97 كمان، غير ان هم ثابتين مع الفريق الاول ومنتخب مصر. تمام. ودي فرقه 99 بقياده كابتن عطيه صابر وطارق عبد رب. عندنا فرقه 97 ماشيه بخطه ثابته برضو، كابتن احمد فكري الصغير، كابتن سعد الحداد لسه فايز على الاهلي 3-1، وبعد كده كسب طنطا 1-0، تمام، ماشي برضو بخطه ثابته. عندنا فرقه 2002 متصدره دوري المنطقه. 2001 متصدره دوري بص كابتن سيد قاعد صاحي معاك، بص يعني ايه اي غلطه خلي بالك، رئيس القطاع بتاعك قاعد جنبك، خلي بالك. مدرسه الكوره طبعا فيها تطور هايل طبعا، تحت برضو قياده الكابتن سيد عبد الرازق. لا وتحت المشرف العام الكابتن احمد عناوي، امير مصطفى اميرو ابن الكابتن اميرو درويش الكابتن بتاعنا. هو مسؤول عن مدرسه الكوره ومسؤول عن البراعم ومسؤول عن الاكاديميات.
وفي المهندس خالد فاروق هو المشرف العام طبعا على قطاع الناشئين. الاكاديميات منتشره في المحافظات ولا عندكم؟ لا احنا مدرسه الكوره دي مدرسه الكوره بتاعت اللي هي مثلا 9 سنين 10 سنين 11 سنه، دي اللي بتطلع يعني عندنا فرقه 99 2000 كلها كانت مدرسه الكوره. يعني هي بتاخد مثلا من 8 سنين لحد 13 سنه وبعد كده بيطلع قطاع، لحد 12 سنه وبعد كده بيطلع قطاع. تمام. مدرسه الكوره دي بتتاسس يعني عندك كل فرقه فيها 2 مدربين، فيها اخصائي علاج طبيعي دكتور، فيها اداري. عندنا دلوقتي بيتوفر لنا ملاعب، عندنا نادي النخيل دلوقتي برضو بيكتمل ان هو هيبقى عرس ان شاء الله. ان شاء الله يبقى عرس اسماعيليه ان شاء الله حاجه. ده النادي الاجتماعي النادي الاجتماعي عرس ان شاء الله اسماعيليه ان شاء الله. امتى ما يتم افتتاحه؟ 25 واحد رسميا. المسؤول عنه طبعا الباشمهندس سيد عبد النعيم، هو المسؤول عن معاه هو مكلف بنادي النخيل ان هو ان شاء الله. ده هيكون في نفس مكان نادي الاسماعيلي لا في نفس لا لا ولا جنبه نادي الاسماعيلي جنبه 28 فدان في ظهر يعني بينه وبين النادي بالظبط. يعني المهندس خالد عبد العزيز قريبا في الاسماعيليه كان طبعا بيشوف اخر الاستعدادات الافتتاح وسياده المحافظ، وطبعا هنعزم شخصيات كتيره هيحضروا الافتتاح 25 واحد. اكيد. بس كان في مشكله على الموضوع المفروض العضويه وفلوس العضويه. لا مش كان في كلام كتر وقالوا ان احنا نزود. هو مستكترين انه وزاره الشباب حددت 60,000. الاسماعيليه برضو انا معاهم 60,000 كتير الاسماعيليه يعني يعني كتير 60,000. بس علي وهو بيتكلم قال لك انه على مدرسه كوره. لا عندنا اكاديميات، احنا عندنا عاملين اكاديميه ب 100 جنيه مسؤول عنها ابو ليلى. اكاديميات لا انا قصدي في المحافظات لا كان عندنا في المحافظات. عندنا واحده في القاهره، وانا كنت علمك انا اللي عامل الاكاديميات. عامل الاكاديميات انا 2007 انا اللي عملت الاكاديميه بتاعها في اسماعيليه والمدرسه اسماعيليه، وبعدين انتشرت رحت الشرقيه وجيت عملت في القاهره. وبعدين بعد ما مشيت اتقفلوا. فدلوقتي بنحييها تاني. جاء طبعا طبعا انا بشكر احمد خشبه طبعا شغال مع مصطفى اميرو بيسعوا انه يعمل اكاديميات في كذا حته طبعا. حاجه كويسه طبعا. بس انا عاوز اقول لك احنا ارخص اكاديميه يمكن في مصر كلها. يعني الاكاديميه ب 100 جنيه. يعني مدرسه الكوره عندنا ب 150. لا الاكاديميه ب 100 جنيه. صحيح قليله فعلا. بس انتوا عشان عايزين انتوا ليكوا هدف اعلى واسمى من السعر او من الفلوس اللي وعاوز اقول لك من الاكاديميه كمان اخترنا لمدرسه الكوره 20 واحد من الاكاديميه. يعني برضو الاكاديميه احنا عاملين نظام جديد اننا كله هيمضي على استمارات، واللعيب كويس هيبقى ابن من ابناء النادي. فمن الاكاديميه مش بناخد فلوس بس، لا ده احنا بنجيب لعيبه للاكاديميه، بنجيب لعيبه للنادي. يعني طلع لنا ابو ليلى قدم لنا 20 لعيب طبعا اخترناهم كلنا كلجنه. اخترنا 20 لعيب في مدرسه الكوره. هايل. يعني اذا النادي الاسماعيلي ما تقلقوش عليه، سواء الناشئين سواء الفريق الاول سواء كل القطاعات هم ماشيين في الاتجاه الصحيح. انا عاوز اتكلم، مش هتكلم عن الناشئين ان انا عشان انا مسؤول، لا انا عاوز اتكلم على نادي. انا ابن النادي وكابتن النادي لا ومدرب في النادي. لا انا عاوز اقول لك ان ما حدش يقلع على النادي الاسماعيلي، وفي ظل المجلس اللي موجود ما حدش يقلع على النادي الاسماعيلي. صحيح. في ظل المجلس الموجود نادي فيه عنده استقرار، ما عندناش مشاكل، كله بيقبض كويس، كله بينام كويس، اتوبيسات كويسه، ملاعب كويسه، لبس كويس، ما عندناش مشكله. يعني انا بتكلم انت عارفه انا لا اجامل. بالعكس انا لو شفت غلط هتلاقيني اول واحد بخرج اتكلم. انما عندنا الامن مستتب، كل واحد عارف شغله، مجلس اداره كل واحد ليه عمل، المدربين كله ليه عمل، ما حدش بيشط كده ولا كده. فعندنا استقرار. فعشان كده بقول لك نادي الاسماعيلي رجع. نادي الاسماعيلي قدامنا الحمد لله فضل من الله. يمكن علي قال انه عندنا 5 6 لعيبه، لا انا عاوز اقول لك احنا عندنا 2001 في 3 4 لعيبه. الفريق الاول من 99 عندنا، من 97 عندنا 16 واحد 16 لعيب اخدهم في الفريق الاول، منهم 11 ما بينزلوش والسته فيهم 2. يعني عندكم اكتفاء في كل. طب هل انتوا في يناير في الفتره اللي احنا فيها دي فتره لا احنا محتاجين فروت صريح مع كالديرون، محتاجين 2 احتياطي للطرفين، محتاجين ليبرو او سيدي باك. يعني احنا محتاجين يعني في انما عندنا لا عندنا لانه مش عاوزين برضو يدوا يعني يستعجلوا على اللعيبه الصغيرين، رغم ان انا عندي 99 في 2 يلعبوا جنب محمود وتالي يلعبوا هم مستريحين. فهم مش عاوزين يحرقوهم بدري، يعني عاوزين لما الامور تستقر. مش عايزين يحرقوهم بدري ولا عشان انتوا بتنافسوا على الدوري دلوقتي لا فعايزين مستوى معين؟ لا هم هيدوهم، لا هم هياخدوا فرصتهم بالعكس انت عندك لعيبه كتير فانت هتديهم فرصه، بس هتديها لهم امتى؟ الاختيار، انت لازم تختار. بس بالعكس انا بوعدك وبوعد جماهير النادي الاسماعيلي اصبروا على النادي الاسماعيلي ما تستعجلوش. هيبقى عندنا لو ما كانش السنه الجايه في نص السنه اللي بعدها بمشيئه الله هيبقى عندنا
لعيبه ماركه اسماعيليه، هيبقى عندنا لعيبه ماركه براند. اسماعيليه، كلهم هيبقوا من ولاد النادي الاسماعيلي، مش هيبقى حد جاي من بره غير يعني اللعيب اللي شاذ قوي يعني. هيبقى عندنا كل المراحل السنيه، اكتر لعيب هيبقى عندنا 23 سنه 24 سنه اكبر لعيب، انما تمام. كل السن تمام. هيبقى سن تحت. تمام. كابتن علي، بعد تولي كابتن ابو طالب العسوي هذه المهمه في هذا التوقيت، كيف ترى شكل فريق الاسماعيلي؟ والله يعني انا شايف يعني هو ان شاء الله احنا عندنا ماتش النصر. تمام، ده اخر مباراه لينا في الدور الاولاني، فان شاء الله تبقى بدايه كويسه ليه. يعني هو ماتش احنا بنتعامل مع كل ماتش ان هو ماتش بطوله. ده يوم السبت ان المفروض شاء الله النصر. ان شاء الله بنتعامل مع كل ماتش ان هو ماتش بطوله، بدليل ان اول امبارح كان الاستاد كله، الجماهير كلها كانت موجوده بتآزر الفريق وبتآزر الفريق واقفه جنبه. عندنا ان شاء الله ماتش بعد كده في بدايه الدور الثاني للاتحاد، فالماتشين دول يعني ان شاء الله لو الاسماعيلي ان شاء الله حصل 6 بونت هتبقى خطوه كويسه جدا في الجهاز الفني الجديد مع كابتن ابو طالب العسوي، هتديله استقرار، هتديله ثبات، هتديله يبقى مطمئن ان هو بيشتغل وبينفذ الفكر اللي عنده وهو مطمئن بدون ضغوط جماهيريه، لان طبعا الجمهور دلوقتي مش بيطالب غير بالمكسب. يعني النهارده الجمهور خلاص انا في وضع ما ينفعش تعادل دي. صحيح. مش هقول لك هزيمه. فان شاء الله بنتمنى التوفيق للكابتن ابو طالب والجهاز اللي معاه، جهاز محترم، معاه كابتن محمد محسن ابو جريشه، كابتن احمد الجمل، ان شاء الله يكون على قد المسؤوليه. سعفان. كابتن سعفان طبعا، كابتن سعفان ما يعني نقدرش سعفان وعواد يعني دول خربوا الحدوته الاثنين اصلا دلوقتي. تمام. فان شاء الله تبقى خطوه كويسه ليهم وان شاء الله تبقى خطوه كويسه ان هو ابن النادي الاسماعيلي برضه، وان شاء الله نحصل على بطوله الدوري مع الكابتن ابو طالب. ودي مش هو كان موجود مع ابو كير، كابتن ابو طالب كان الاسماعيلي بيقدم افضل عروضه. نعم. النهارده ابو طالب ان شاء الله الالماني ثيو بوكير. طبعا من احسن المديرين الفنيين اللي مسكوا الاسماعيلي، وكان طبعا بينافس كره الاسماعيلي، الكره السهله اللمسه ولعبه. صحيح. كره على يعني هو النادي الاسماعيلي طب اقول لك على مفاجاه، بس بقى بيجيب ناس اقول حلوه لك على بصراحة. مفاجاه الاول. اتفضل. انا اللي قدمت ابو طالب العسوي مدرب في البدايه خالص. كان مساعد معايا في قطاع الناشئين. فرقه فضيت، قلت له انت ابو طالب امسك الفرقه دي. نعم. مسكها وماشي كويس، من ساعتها هو ماشي كويس. طيب تمام. في بعض الناس خلاص انت ذكرت بتفتح، انت اللي بتفتح، انا ماليش علاقه، بتقول كان يعني علشان الاسماعيلي يسير في نفس الاتجاه كان الجهاز الفني المعاون بقياده الكابتن محمد وهبه هو اللي يكمل المسيره، ليه تم الاستعانه بكابتن ابو طالب العسوي؟ انا بايدك ان انا كنت اتمنى، طبعا الاثنين ولاد النادي واي واحد فيهم فوق دماغ الاثنين، انا كنت اتمنى انه وهبه يكمل. لما كنت بطلب اللعيبه اللي فوق ينزلوا معانا، ما بطلبهمش من خواجه، بطلبهم من وهبه او محمد محسن. نعم. لا هو متعاون لابد الحدود بامانه يعني. انما بصي، انا برضه عاوز اقول لك عشان تبقى عارفه اسلوب الاسماعيلي، احنا مفيش لعيب يقدر يضغط على اي حد فني عندنا، لا مساعد ولا نمره 2 ولا نمره 3 ولا نمره 1. لاعبتنا مؤدبين، واللعيب عارف ان هو لعيب، وبعدين في لائحه محطوطه، وبعدين العلم اشتغل في النادي الاسماعيلي ما بنجيبش ناس ضعفه، بنجيب اقوياء، فكل شغالين ناس قوايا عشان تبقى عارف. ما انا بقول لك هحسدكوا بقى. لا ما انا بقول لك واضح. يعني، لا يعني مفيش مشكله بين لعيب وبين اي مسؤول، لانه في اداره وفي ثواب وعقاب، وفي طبعا لائحه بتطبق في ساعتها. يعني حتى في لعيب يعني مش دار اتخصم منه 100,000 يعني. وبعدين اعتذر، يعني اتخصم منه واعتذر طبعا. فانا بقول لك لا، النادي الاسماعيلي عندنا كل واحد عارف هو بيعمل ايه، الاداره كل واحد ليه شغله، اللعيبه كل واحد ليه شغله، الجهاز الفني كل واحد ليه شغله، كل النادي كل واحد ليه عمله. سمة الأندية الكبرى الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي بعد الاستغناء عن المدير الفني الحالي الاستعانة بمدير فني ابن النادي فترة مؤقتة لحين التأني في اختيار مدير فني بالذات لو كان أجنبي. هل نادي الإسماعيلي يتجه لهذه النقطة طبعا، بالتحديد؟ الدليل على كده ان ابو طالب كان موجود معاهم قبل ما يسافر. لا حضرتك بتقول طبعا يعني هي طبعا ده المخطط ان هو الفترة الزمنية لكابتن ابو طالب. لا مش مخطط لابو طالب، لا هو اوتوماتيك لما بيمشي المدير الفني اقرب واحد يمسك مين بعده؟ ابن النادي. ما انا مش هجيب واحد لسه يتعلم فيا او واحد مش عايش مع وجود نادي. فابو طالب مش غريب، ابو طالب كان موجود من 3 شهور، كان ابو طالب موجود مع نفس الفرقه، او من 2.5 شهور ابو طالب كان موجود مع نفس الفرقه، وبعدين دول ولاده. يعني هو ليه برضه هو جايب ناس، وحتى كاتب تقرير مين يمشي مين يقعد. فهو قال للناس اللي هيمشوا والناس اللي هيقعدوا. يعني حتى في ناس اختلفوا على بعض اللعيبه، انما طلع كلام ابو طالب هو الصح، لانه اللعيبه اللي قال عليهم لعيبه كويسين. نعم. يعني بس انا بالعكس يعني اذا في نيه للتفكير بعد كده في مدير فني اجنبي.
لا لا ما هو ابن نادي، خالص. افرض ابن نادي كسب وجاب بطوله خلاص ومشي يعني حسب كويس. النتائج، وخاصه حسب انه النتائج. كابتن ابو طالب كان بيدرب في عمان وجه وساب شغله وبعدين تمام. مش اول مره اه ده ساب قبل كده. آه. يعني مش معقول ابقى اجيبه من بره وراجل شغال والراجل بينهي تعاقده طبعا. تمام. يعني اذا النيه دلوقتي هي بقاء كابتن ابو طالب لحين اشعار اخر بص حسب احنا المستوى بص بقى يا الفريق. ايمان، احنا ما عندناش غدر. صحيح. احنا ما عندناش غدر عشان تبقى عارفه. تمام. وما عندناش بيغدر. انما احنا عندنا استقرار. انما لو النتائج ساءت مع اي مدرب، اي مخلوق في الدنيا لو النتائج ساءت. طب ما انت شوفي حسام البدري جايب كام بطوله نادي الاهلي، انما لما النتائج بتقل شوفي الناس بتعمل ايه. انما هي نتائج اللي هي بتثبت المدرب وبتمشي المدرب. هل تتجهوا للافارقه كابتن علي في الفتره القادمه؟ شايف ان النادي الاسماعيلي محتاج مهاجم افريقي زي طبعا كالديرون مش افريقي، كالديرون منين؟ هو كولومبي. هل محتاجين اللي احنا ندعم تاني بمهاجم افريقي؟ لا احنا محتاجين مهاجم. بس انا من وجهه نظري يعني مش عايز مهاجم افريقي، يعني دي بتاعتي انا. مش عايز افريقيا. يعني وجهه نظرك لا مش عايز افريقيا. انا دي وجهه نظري طبعا. كابتن دي وجهه نظر لا تانية. بص احنا محتاجين لعيب كويس. افريقيا مصري هندي لا يبقى كويس. احنا محتاج فورورد كويس. ممكن نلاقي لاعب هندي المره الجايه يلعب في حتى ياباني ولا حاجه، اي حاجه. برازيلي، عايزين حد برازيلي كده، احنا حاجه محتاجين قوية. واحد فروت صريح. هم بيطلعوا من عندنا بقى برازيلي. انا كنت اتمنى، وانا كلمت عماد متعب قبل كده، كنت اتمنى متعب يجي نادي الاسماعيلي. كنت اتمنى متعب خلاص المفروض ان هو التعاون السعودي ده اخر خبر. انا كنت اتمنى انه متعب يجي نادي الاسماعيلي، كنت اتمنى انه متعب يجي النادي الاسماعيلي، انما انا بطلبه التوفيق طبعا. هل ممكن تكون المحطه القادمه بعد التعاون النادي الاسماعيلي؟ خلاص لا ده خلاص ده مشي من دلوقتي خلاص. لعلمك لو كان جه النادي الاسماعيلي كان يبقى الاسماعيلي بوابه المنتخب لمتعب. هل تم يعني تواصلتوا مع كابتن عماد وكان في اتكلمنا وانا اتكلمت معاه كمان، انا شخصيا اتكلمت معاه. اعتذر؟ هو في الاول ابدا الكلام ده من زمان يعني. في الاول ابتدى يعني الاول ابدا استعداده وبعدين خلاص بقى يعني هو كابتن عماد عايز يلعب، كل اللعيبه دلوقتي يا كابتن سيد عايزه تلعب عشان كاس العالم. احسن وده حق لعيب مشروع طبعا، واحسن لعيب في المنتخب، احسن لعيب، احسن فرود جابته مصر عماد متعب. من احسن الفراوده بعد الخطيب وعلى ابو جريشه والشاذ الناس دول وحسام حسن الناس دول. متعب من احسن لعيبه وده حقه. ما اعرفش نادي الاهلي ممكن نشوفه في المنتخب، ممكن نشوف حسني عبد ربه في المنتخب في الفتره الجايه. انا سامعكم قبل وانا قاعد بره انكم بتقولوا على حسام غالي ان هو يعتذر. اذا كان في نيه على حسام غالي، في طبعا حسني عبد ربه وفي لعيبه كتير. في عندنا حسني ما نقدرش ننسى ابدا كابتن حسني عبد ربه، كان احد الدعائم الرئيسيه، كان هم الثلاثي هو ومتعب واحمد فتحي. لا احنا عاوزين المنتخب ما يقفلش الباب. المنتخب ما يقفلش الباب. عندنا ابراهيم حسن لو شد حيله هيروح المنتخب. عندك صحيح. محمود متولي حق انه يروح المنتخب يعني. لو انت شفتي بس مع مستر كوبر ده لا ممكن ما هو مش مستر كوبر ده المنتخب دي مصر، لازم يبص للناس دول. عندك محمد فتحي من احسن لعيبه. انا افكر في حسام غالي، من عندي محمد فتحي في نادي الاسماعيلي. كابتن علي عايز يقول لا بالنسبه لي بالنسبه لي بقول له اسماعيليه مش على الخريطه بالنسبه لكوبر يعني. لا مش قصه اسماعيليه او مصري او اتحاد. عندنا عواد متالق، عندنا عواد متالق، عندنا وافضل حارس في مصر تمام. ولسه لحد النهارده في كلام وفي كلام يعني في ده كلام. عواد في مطالبه جماهيريه بقول لحضرتك، كل يعني مطالبه جماهيريه بانضمامه للمنتخب. ولو هيبص للافضل بالنسبه لحسام غالي وبالنسبه للكابتن حسني عبد ربه، طبعا كابتن حسني عبد ربه كلهم بس الكابتن حسني عبد ربه احسن لاعب في افريقيا 2008 اكيد. معلش ما فيش ديفندر او نص ملعب زي الكابتن حسني. كان هداف يعني، راجل كمان يعني مش مثلا ايه صحيح. مش بيقطع وبيسلم، لا الراجل بيهاجم وبيدافع ودماغه كوره وبيشتغل. كابتن حسني عبد ربه له معزه خاصه في قلوبنا، زي ما قلت مش هنقدر ننسى ابدا دوره في مع كابتن حسن شحاته في بطولات افريقيا الثلاثه. كانوا هم الثلاثي، وهم ليه بقول الثلاثي دول كانوا معاه، كانوا مرتبطين مع بعض من منتخب الشباب. حسني عبد ربه وعماد متعب واحمد فتحي. احمد فتحي متالق، حسني متالق، وعماد المشكله الاخيره ان شاء الله يتالق ايضا في الدوري السعودي. كان معاهم عمرو زكي، بس انا ما اعرفش عمرو زكي فين بقى دلوقتي. ايه خلاص عمرو زكي خلاص بقى انتهى. بالنسبه للكره خلاص يعني هو يعني خد قراره مبكرا. لكن نتمنى اكيد التوفيق لكل. لا احنا نتمنى المنتخب التوفيق ونتمنى ناخده يعني. هو راجل عنده طبعا 15 محترف طبعا. هو بص المحترفين اللي بره المحترف اقوى من هنا 100 مرحله. انما عاوز اقول له يعني عنده عواد طبعا
احسن جول في مصر دلوقتي. انا قلت لحضرتك ده مطلب جماهيري، كل ضيوفنا لا واحنا غير مطلب وكل الناس جماهيري، بيطلبوا ان هو عواد احسن جول في يستحق مصر، عن هو جدارة يستحق. وبالنسبه واستحقاق. لمحمود متولي، محمود متولي برضو الراجل من يعني حضرتك النهارده هو لاعب اهو الدور الاول كله. محمود متولي شوف الاسماعيلي في جي صحيح، وشوف صحيح. اقول لك حاجه وغير كده كمان، يعني خط الدفاع بتاع النادي الاسماعيلي وخط الدفاع بتاع النادي الاهلي وخط الدفاع بتاع النادي الزمالك غير خط الدفاع بتاع النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي مثلا او عواد بيوصل له كام كوره، صحيح. عليه ضغط، كل الفرق بتهاجم الاسماعيلي، بس قدام الزمالك والاهلي مفيش فرق. اقوى خط دفاع المفروض هو الاهلي والزمالك. نعم. شوف النهارده الاهلي فين والزمالك فين، يجي فيه كام جون النهارده. متولي النهارده مفيش فرقه ما بتهاجمش. عشان كده بتيجي الاعين تتجه برضه ناحيه كابتن محمود ولي، يعني من اللاعبين اللي عليها العين دلوقتي في الانديه الكبرى. لكن خلاص عرفنا سياسه الاسماعيلي، عايزه لاعبتها لو تالقت تخرج خارج مصر، لو تلعب في مصر بس هتلعب للنادي. ده ده بس. اللي احنا ده فهمناه. بس. كابتن سيد بازوكا شرفتنا، ربنا يكرمك. نورتنا، ربنا كنت ضيف يخليك. كريم ربنا عزيز يخليك. علينا. ربنا كابتن يخليك. علي بركه، دايما نتمني الاسماعيلي التوفيق ودايما الاسماعيلي في تفوق وتالق ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، دي كانت فقرتنا، لكن صباح الرياضه لسه مستمر مع حضراتكم، فقره خاصه عن التحكيم. انتظرونا بعد الفاصل.